4 ايام من غير ما تاخدي موقف او تبلغي اي جهه مسؤوله؟ انت معاكي السيريال نمبر بتاع الجهاز اللي شايله؟ ادي الموبايل وفي الشريحه الجديده. كده بيس ولا لسه في حوارات تانية؟ كده بيس وفل الفل ومية مية. فرجنا يا عم الساحر. عيب عليك يا راجل يا طيب، انا برضه هديك قرد ما بيلعبش. بس خلي بالك يا دكتور، الغلطه بفوره. اي كلمه غدر تنطق بيها من يا عم لسانك. غدري ايه بس؟ وانا هروح فين في وسطيكم؟ ما تخليك راجل عاقل. ايه يا جماعه، انتوا عصابه بجد ولا لسه بتذاكروا المنهج وعاملين عليها بروفا؟ حلوه صح. ايه يا جماعه؟ حلوه صح. يا نهار اسود عليا وعلى اللي هيجرالي. ما ينفعش يا دكتوره، تتبع جهاز الموبايل اجراء مهم جدا في ظرف زي ده. ما انا قلت لسيادتك ان التليفون مقفول من ساعتها. ما نقدرش نهمل احتمال انه ممكن يفتحه في اي وقت. طب ما اقتراح العربيه اضمن يا فندم. يعني انا اقصد ان لو والعربيه كمان يا دكتوره. 10 دقائق بالظبط وهتوصل اشاره لكل كمائن القاهره وادارات المرور الفرعيه في الاقاليم. لازم كله يحصل في خط واحد عشان ما عندناش وقت نضيعه اكتر من كده. الو، ادينا احمد بيه عطوان يا ابني بسرعه. الله، مبسوطة يا ست كاميليا. قال ايه؟ اشرح لهم الحكاية ودي كده عشان يدوروا في هدوء ومن غير دوشة. اهي وسعت والفضيحة بقت مالتي ناشونال. الله يخرب بيتك يا سليمان. الو سليمان، انت فين؟ ايوه حبيبتي، انا تمام ما تقلقيش. يا سليمان انا بسألك انت فين؟ انا في الغردقه وسهران سهره جميله مع جماعه اصحابي من الكليه وكله تمام. يخرب بيت سنينك، غردقة يا متخلف. اعمل ايه انا دلوقتي؟ ايه يا دكتوره، هو فين؟ مالك يا دكتوره ساكته ليه؟ الخط لسه معاكي؟ اه يا فندم معايا. طب ادوني بعد اذنك. ايوه يا دكتور سليمان، انت فين؟ ايه ده؟ حضرتك مين؟ انا اللواء ممدوح البنهاوي، مساعد مدير امن الجيزه. مفيش اي حاجه، كله تحت السيطره. بتقول ايه يا دكتور؟ انت في حد مع حضرتك؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ دكتور سليمان انا مش سامعك كويس. ايوه يا سياده اللواء، مع حضرتك انا. خير يا فندم، حضرتك في المستشفى عندي تعبان يعني، محتاج لي. تعبان؟ يا دكتور انا قلبت عليك الداخليه كلها. ليه يا فندم؟ ليه حضرتك ليه؟ ليه ازاي؟ الدكتوره عندي في المديريه هنا بلغتنا انك اختفيت فجاه واتقطع اتصالها بيك من 4 ايام. مش عايزنا نقلق ونفتش مصر كلها حته حته؟ لا يا فندم، انا مش عايز حضرتك تقلق ولا تفتش ولا تدور ولا اي حاجه. انا تمام وزي الفل يا فندم. دكتور سليمان، انت في حد بيجبرك انك تتكلم بشكل طبيعي؟ لا خالص. حضرتك ليه بتقول كده؟ ده انا قاعده حلوه مع جماعه حبايبي والحياه تمام يا فندم. انا والله العظيم محرج جدا من سيادتك، يعني مش عارف اقول ايه. انا اسف على الازعاج اللي حصل ده، وبستأذن حضرتك انك انت يعني تسحب البلاغ بتاع المدام. مفيش اي حاجه ولا اي قلق من اي نوع، انا تمام الحمد لله. ولا ازعاج ولا حاجه يا دكتور، ده واجبنا وشغلنا. المهم ان احنا اطمنا عليك وعرفنا انك انت بخير. اه طبعا هتكلمك اهي. دكتور سليمان مش عايزه اكلمه. انا اسفه جدا يا فندم، سوري حقيقي، بس انا فعلا اعصابي متدمره وحاسه اني انا مش عارفه انا مش عارفه اقول ايه، حقيقي مش عارفه. كله تمام يا جماعه والحياه بيس ومفيش اي مشاكل. هي بس مراتي حبوبه شويه وبتقلق عليا قوي. ايوه يا سليمان. ايوه روح قلبي. ناوي تقعد عندك كتير؟ الدنيا واقفه وما اقدرش اجل حجوزات الناس اكتر من كده. لا خالص، ده هما يومين بالعدد، يا دوب امضي العقد وارجع لك على طول.
هات ايه؟ ما هي دي بقى المفاجأة يا شاهي اللي أنا كنت محوشها لك. أما أنا شفت هنا حتة شاليه في الغردقة تحفة يا شاهي، تحفة. المنظر ما أقولكيش، لاندسكيب، لانش، شعب مرجانية، حيوانات بحرية نادرة. بتموت في سمك القرش أصلا. يا شاهي. سليمان انت عايز خلص يا سليمان لو سمحت، وراعي ان انا مش قاعده في البيت. طيب سوري معلش ما خدتش بالي. طيب بصي، انا عايزك ضروري قوي تبعتي لي نص مليون جنيه مع عزت السواق، وخليه يكلمني وانا هقول له يجي لي فين بالظبط. نعم. ايه رايك بقى في السعر الجامد ده؟ تحفه صح؟ والله يا شاهي لما هتشوفيه هتتهبلي عليه احلى 100 مره من الشاليه اللي وجعت دماغنا بيه بتاعك بتاع مارينا ده. شاهي انت معايا؟ معاك ربنا يا دكتور. انتوا الشبكة عندكم على فكرة زبالة. دقيقة بالظبط هعمل المكالمة من بره وارجع لكم على طول. ايه؟ طب ما تتصلي من تليفوني ولا نجيب لحضرتك شاحن وهسيب لحضرتك المكتب تتكلمي براحتك. لا العفو يا فندم، متشكره جدا. انا اسف، معلش فاتت عليا دي. تعتذر عن ايه يا سياده اللواء؟ ده انا اللي موقفي صعب جدا، مش لاقيه اي كلام يتقال. مغلق يا دكتور. على العموم جت سليمة، الفلوس بتروح وتيجي. ما تقهرش نفسك انت عشان القولون. لا انا ما بحبش الحوارات الغامضة دي يا كليانتي. ايه؟ الشبكة زبالة عادي يعني. ايه؟ عم صلي بقى، ما اتحلق لك وخلاص. ايه يا ابني اتحلق لك دي؟ اكيد الموبايل فاصل شحن. ايه يعني ما بتحصلش معاكم؟ موبايلاتكم على طول مشحونة ليل ونهار. احنا نستنى ساعتين 3 كده وبعد كده. بقول لك يا دكتور، عشان خاطر ما تقهرش نفسك، خلص الحوار وانتحر الكلام. هات التليفون يا جدع، هات التليفون يا جدع، هات بقى. أبوكي في الغردقة يا هانم، بيتفسح مع الصيع واللمامة اللي بيضحكوا عليه وبينهبوا فلوسه، وقال إيه؟ عاوزني أبعت له نص مليون جنيه عشان يشتري شاليه على البحر ويلعب في الشعب المرجانية. شفتي السيرك اللي أنا عايشة فيه؟ أنا اللي أستاهل عشان مشيت ورا كلامك وقلقت على قلقك لحد ما وقعت في الموقف السخيف ده. والله العظيم يا شهد لو هج بعد كده من البيت وقعد سنة بحالها ما هسمح لدماغي ولو لدقيقة واحدة تفكر فيه وفي اللي جراله. كده برضه يا بابا بعد ده كله تعمل تليفون واحد بس عشان الفلوس؟ طب وانا ما هنش عليك تتصل تطمني عليك بعد الليالي السوداء اللي انا عشتها دي؟ بقول لك ايه يا عم صلاح، انت تفكك مني خالص وتطلعني من دماغك. اطلعك من دماغي ازاي يا ابني؟ احنا كلنا في مركب يا واحده. عم ما انتوا اللي غرقتوا المركب يا حبيبي، انت والمعلم ابو مخ لولبي. قعدتوا تقولوا لي نتسلى بالقرد اللي جوه ونطلع منه بمصلحه. قابل بقى يا عم الكتكوت، اهو القرد طلع اسد والداخليه كلها مقلوبه عليه، وطبعا مراقبين تليفون مراته، وعلى ما الشمس تطلع هتلاقي الغابه كلها هجمه على الساحل من اسكندريه لمطروح. يا قلبي لا تحزن. ايوه يا باشا، القماشه وسعت مننا والحكايه بهوقت على الاخر.